نفسك واقف على المسرح ومعاك مايك وفي كشاف ضارب في وشك، تحس نفسك في تحقيق وقدامك 1000 شخص بيقولوا لك يلا ضحك. موقف مرعب صح؟ هو ده بقى يا صاحبي الستاند اب. بس هو مين اللي دخله مصر وازاي عمال يتطور بشكل رهيب كده؟ وايه الفرق بينه وبين المونولوجيست؟ صلي على النبي ويلا بينا. الستاند اب هو في الاساس امريكي بشكله الحديث، يعني اول مره ظهر فيها الستاند اب كان بشكل معتاد في امريكا. ومعنى كلمه ستاند اب جايه من ستاند اب، شخص كوميدي واقف يلقي افيهات واراء ساخره بس بطريقه كوميديه. نوع المسرح ده زي ما قلنا في فيديو المسرح اسمه نوع المسرح الحي، وده كان موجود من زمان بس شكله الحالي بقى كده في امريكا. فكره ان الناس مستغربه ان الستاند اب بيطلعوا يمثلوا زي طه دسوقي واحمد عصام او علي قنديل، فده عادي والكلام ده موجود من زمان. بره في نجوم امريكيين معروفين من اول روبن ويليامز، جيم كاري اللي بدايته كانت شبه محمود عزب كده بيقلد فنانين وبيتريق عليه، لحد كيفن هارت وكريس تاكر ونجوم تانيين. لو خدت بالك ان معظم اللي كلمتك عنهم دول ممثلين، وده بيبين لك ان الستاند اب الامريكي بيتساوى مع التمثيل. هتقول انت كده بتتكلم عن الستاند اب الامريكي ولا الستاند اب المصري؟ كان لازم اشرح لك الاول عشان تفهم السياق اللي احنا بنتكلم عليه. هتقول لي لا على فكره اول ستاند اب كان المونولوجيست. حلو اول الحته دي. في فرق بين الستاند اب والمونولوجيست ولكن في تشابه في الهدف، بمعنى ان الاثنين شخص واحد عايز يضحك الجمهور. بس المونولوجيست بيقول نكته مع فرقه مش لوحده على المسرح يرمي النكته وما يضحكش، والفرقه اللي وراه بتعزف عشان تداري على اللي حصل. لكن لو ستاند اب رمى افيه وما جابش يبقى فيه صوت صرصور الحقل شغال وراه. لكن الستاند اب تكوين مختلف عن المونولوجيست لان له تكوين وتتابع متصل، مش اجزاء مختلفه عن بعض زي سكريبت المونولوجيست. اظن انك فهمت الحته دي. طيب مين اول ستاند اب كوميديان في مصر؟ احب اقول لك ان اول ستاند اب كوميديان في مصر ما كملش، وهو جورج عزمي. والراجل ده مش واخد حقه تماما، كان كوميدي بطريقه غير طبيعيه وما اعرفش ما كملش ليه. والستاند اب بينجح ويتعمل برنامج مخصوص على موجه كوميدي، وكان من اول الناس اللي في البرنامج دي جورج عزمي واسلام عبد الله ومحمد سالم ومين علي قنديل. بص احنا هنا لينا وقفه. علي قنديل بالنسبه لي هو ابو الستاند اب المصري. هتقول لي ما انت لسه قايل ان اللي بدا الموضوع جورج عزمي، بس برضه قلت انه ما كملش. علي قنديل بقى هو اللي شال الستاند اب وطار بيه حوالي 5 سنين كامله لوحده، وعمل اول ورشه في الوطن العربي اللي تخرج نص نجوم الفن في مصر، وهنوصل للحته دي بعدين. بس ما ينفعش نعدي دخلت علي قنديل كده. علي قنديل درس الموضوع، وكان في مره قاعد مع واحد صاحبه وصوروا فيديو عن مدمن تائب، او ده اللي الناس كانت فاكراه، واللي ما يعرفوش ده مين هنا ولد عبقوي، ونزلوا ليه هو وصاحبه، ويوم ورا يوم الفيديو عدى 3 مليون فيو. وعلي يتعرف لدرجه ان عزب شويه يستضيفه، وعلي اشتغل في الستاند اب، وكان في برنامج ناجح جدا ساعتها وهو ضحكني شكرا لعلي الطيب، واللي برضه اتجه للتمثيل وما كملش. وبص اي حد بيعمل ستاند اب نفسه يمثل، مش كله. علي درس عشان يمثل، ومحمد حلمي اول ستاند اب عمله كان علشان يلفت انتباه حد معين يعني. مش عارف ينفع اقول كده ولا لا، بس انا كنت في كليه هندسه. حلو. معايا بنتين في الدفعه، وانا كان عندي كده مايند سيت. كنت قاعد في مكان مره عامل اوبن مايك، صاحبي قال لي تطلع، قلت له لا طبعا ما فيش الكلام ده. فلقيت البنتين دول داخلين، اللي انا كانوا بنتين في الجامعه معايا، هم الوحيدين. انا في سيكشن 6 محمد محمود، في 70 بني ادم اسمهم محمد محمود. حلو. والبنتين دول فكنت عايز اتعرف عليهم بشكل شيك يعني، فقلت له بقول لك اكتب اسمي، وطلعت عملت ستاند اب عن كليه هندسه. هزرت. ايه يا مان اللي انت بتقوله ده؟ فالناس ضحكت، فنزلت انت شاطر قوي، ازيك انا حلمي اسمك ايه. وفعلا علي حقق حلمه ويمثل مع نور الشريف وحسن حسني في المسرح مع القدير لطفي لبيب وكم حاجه تانية، وليه مسرحيات على اليوتيوب على فكره. بس ما كانش بيسيب الستاند اب عشان بقى هو شغفه، كان عامل ورشه ستاند اب اللي كلمتك عنها فوق، واللي الناس كانت مستغرباها ساعتها. لكن حابب افاجئك واقول لك ان الورشه بتاعته خرجت طه دسوقي، توفي، وليد المغازي، وبدر، ومحمود كنافه، وبولا صامويل، ومحمد حليم، وريم نبيل. وكان بيشتغل في الورشه دي جمال رمزي ومحمد اشرف. فانت فاهم الورشه دي طلعت مين؟ ستاند اب مصر دلوقتي. هتقولي يعني هو عمل ورشه عشان ازاي تضحك الناس؟ بص عشان تبقى فاهم، اصعب انواع الكوميديا هو الستاند اب. انت لو ممثل مسرح انت معاك ناس تشيل عنك، ده لو انت ما جبتش ضحك، ولو زي ما قلنا المونولوجيست معاه فرقه. لكن لو الستاند اب انت لوحدك مع الجمهور وش في وش، انت في ناس مخنوقين ومش طايقين نفسهم وجاي قاعد ودافع فلوس وبيقول لك يلا ضحكني. فانت لو مع اول افيه ما جبتش ممكن تتوتر والحفله تروح. كمان ان الورشه مش ستاند اب بس، لا ورشه علي قنديل هي الوحيده المنهج بتاعها كان في ستاند اب كوميدي ومسرح وارتجال وكتابه وتقنيات عرض مسرح من اضاءه وصوت وتاهيل بدني ومشروعات تخرج. كمان استغلال المواقف ده شيء عبقري عند علي. يعني في علي كان بيطلع في حفلاته بيطلع الضحك من هو بيشرب، والمفروض ان دي لحظه وبيفصل بيها من الحفله، لكن ذكائه الكوميدي خلاه يستغل الموقف، وبقت كل حفله الناس بتسقف اول ما علي يمسك الازاز.
وكمان مش كل من رمى افيه في حصه وضحك صحابه ومش القاعه كلها حتى يبقى ستاند اب. دول بيجاملوك يا حبيبي عشان تروحهم بعربيتك او تدفع لهم المواصلات. نرجع لعلي. علي كان بيعمل الموضوع بكل حب وشغف، بس خلي بالك الستاند اب فيه 3 حاجات ما ينفعش تتكلم فيه، وهما الدين والسياسه والجنس. وعلي كان هيتحبس قبل كده في مره عشان عمل ستاند اب واتكلم فيه عن الدين، مع انه كان بيتكلم عن التشويه اللي ساعات بيوصل للشعائر المهمه اللي المفروض نحافظ عليها. علي من كتر حبه للستاند اب والمسرح عموما اطلق حمله اسمها عايز مسرح، والحمله دي كانت مكسره الدنيا ساعتها، وكان نفسي فعلا تعمل الحمله دي، كانت هتطور حاجات كتير واللي اتكلم عنها نجوم كبار برضه. ونخش على ازاي الستاند اب اتطور. بص يا معلم، الستاند اب الفتره الاخيره بدا ياخد شكل تاني، بقى زي فرق. وتقريبا اول ما ابتدى الموضوع ده كان علي في الورشه لما عمل العصابه من الدفعه الثالثه وعمل الكتيبه من الدفعه الرابعه في ورشته، ومحمد حلمي في إليت. وهنا انا قصدي ان كلهم بيطلعوا في نفس الحفله ورا بعض. وده على فكره لو فكرت فيها تلاقي انه مفيد للجمهور، لان كل واحد ليه طريقته واسلوبه في الستاند اب. ولو سالتني عن المفضل بالنسبه لي فهو احمد خيري في إليت. بحب سهولته في الرمي الافيه كده. كمان من اهم اساسيات الستاند اب انك تبقى حقيقي، انت اللي على المسرح مش مصطنع. اللي مصطنع ده ما بيكملش. كمان انسيابيه الافيه مهمه، وكمان الجمهور عامل مهم جدا. يعني انت لو حد قطعك مثلا وانت بترمي افيه، ازاي تسكته من غير ما تجرحه او تعمل مشكله وفي نفس الوقت تجيب ضحك. اكتر حاجه بتضايق الستاند اب هو اللي بيقطع، عشان ممكن يبوظ الافيه اللي هو بيفرش له. دي فارقه جدا في اللي انا بقوله. انا ازاي نسيتها الدفاع الجوي دي مخربها. بس دي يعني طريقه ظريفه مني اقول لك ما تتكلمش تاني. وانا بجد على قنديل بالنسبه لي هو مفهوم الستاند اب المصري. اصل فكره الستاند اب انه بيحكي حاجات انت عشتها او مريت بيها، يعني موقف مع الصنايعي، مين ما مرش بموقف انه دايما بيستسكى عليك ودايما مش شايف انه غلطان، او طفولتك او وده اللي بيدخلنا على تطور اللي بعض، وهي حفلات عنجه. بص انا هنا الموضوع بقى عن الجمهور نفسه. انا مش هحكي لك عن موقف انا مريت بيه مشابه، لا ده انت اللي هتحكي. وانا بشوف ان ده من اصعب العروض اللي بتتعمل، لانه بيعتمد على التلقائيه وسرعه البديهه. ما ينفعش انك تعطل ولو في افيه واحد. اصل كتير من الناس بتقوله ممكن يكون ما بيضحكش، لكن انت شطارتك ككوميديان انك تطلع منه الافيه. وده بالظبط اللي بيعمله عمر الجن، واللي على فكره في كتير بيعملها دلوقتي، منهم علي نفسه. بس البيبه ما بينزلش حفلات بقاله فتره، بس عمر بقى بالنسبه لي من ملوك النوع ده. وكمان لو خدت بالك ان اشهر الستاند اب في الوطن العربي مصريين. ليه؟ ببساطه ان احنا شعب دمه خفيف، بنهزر في الحزن قبل الضحك، ممكن نتنمر على نفسنا اصلا من اجل الضحك. ده مش لا مبالاه، ده نوع من تخفيف حده الموقف. يعني لو هزرت على واحد مصري في حفله هيكمل الحفله ويضحك عادي، لكن لما مره طه هزر مع واحد في دبي خد بعضه ومشي وما كملش. كمان اخر فتره بقت ان ظاهره الستاند اب يمثل رجعت تاني، اذا كان طه واللي فعلا اثبت موهبته او واسف لما ذكرتش اسم حد كلكم على راسي. دلوقتي بقى معظم الستاند اب بيعملوا فيديوهات على اليوتيوب زي اسلام امين، خالد الشوكي، واحمد مجدي في كونكت 4. واللي بيثبت كلامي الموضوع ده احمد مجدي، انك لو اتزنقت في حاجه مش هتعرف تخرج منها. احمد مجدي راجل مهندس وذكي جدا، لكن في البرنامج اتحط في بيرسونة انه غبي ومش بيعرف يلعب، مع انه لما لعب في حفلات اللايف كان بيكسب وعنده سرعه بديهه جدا. واكبر دليل على كلامي استوديو الاثنين وريفيلو 2 عنده كميه افيهات بيرميها بسرعه غير رهيبه. واحمد حسن ده عبقري، ممكن يقعد طول الحلقه ساكت ويجي يرمي افيه واحد يبقى اهم افيه في الحلقه. والنظام دلوقتي بتاع الستاند اب ابتدى ياخد شكل جديد، واهم حاجه ان الستاند اب خد مكان المسرح بشكل كبير. من بعد الثوره مبقاش الناس بتروح مسارح كتير، مبقاش زي الاول، لكن الستاند اب بقى خيار معظم الناس. يعني هسالك سؤال، لو انت عندك خيارين انك تروح مسرحيه دلوقتي او تروح الستاند اب مثلا لعلي او إليت او عمر الجن، هتروح؟ في النهايه الستاند اب فن صعب جدا، ممكن يطلعك لسابع سما، ممكن ينزلك لسابع ارض. وكان صعب قوي ان نتناول الموضوع كله في حلقه واحده واكون ملم بكل الموضوع، بس حاولت على قد ما في ستاند ابس كتير انا ما جبتش سيرتهم، انا اسف ليهم والله، وبجد انا بحترمهم فعلا. دي من اكتر حلقات التعبه والمجهده في بحثها، اتمنى تكون الحلقه عجبتك. وبس انا كده خلصت. تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعمل فولو على الانستجرام هتلاقيه تحت في الديسكربشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.